السلام عليكم ورحمة الله. برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كولكشن. برحب بكل متابعي القناة. كنا على الفيديو السابق اشتغلنا مع بعض اسكارف بغرزة زخرفية حلوة قوي، من الغرز السهلة والبسيطة والباترونات القيمة على اللبس. إذا ما شفتوهوش معايا أو بتتابعيني لأول مرة، هسيبلك اللينك متوفر أسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس، وكمان هيظهر لك طريقة العمل على نهاية الفيديو. النهاردة من نفس الغرزة ومن نفس الباترون زي ما احنا شايفين هنشتغل تربو نسائي ولا اروع من الباترونات الحلوه قوي والشيك جدا على اللبس. تخيلوا انه الباترون الحلو ده من تكرار سطر واحد بس بيتكرر على طول القطعه. من الباترونات السهله والسريعه، اتمنى يعجبكم. وقبل ما نشوف باترون النهارده، خليني اذكر كل حبايبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مره انه دايما على صندوق الوصف هتلاقي اللينك الرئيسي للقناه، ومن خلاله تبقي على الصفحه الرئيسيه وتقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط صوف جنجا مهير بالشكل اللي احنا شايفينه كده، سميكه شويه. طبعا نفس الباترون تقدري تستخدمي اي خامه متوفره عندك وحابه تشتغلي منها. وهشتغل على الخيوط اللي عندي بابره رقم 5 ملم. هحتاج لابره التنظيف وللمقص. واول خطوة هبتدي اعملها، هشتغل حلقة البداية بشكل طبيعي. هسحب من الخيط 1 2 واشد طرف الخيط، وهبتدي على بداية الدور ارتفع ب 12 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طبعا ده عرض اطار الجبهة اللي هنشتغله مع بعض. والجدول اللي هينزل دلوقتي هو عبارة عن قياسات مختلفة لنفس التربون. لو حابة تشتغليه لأي مقاس، بتشوفي المقاس المناسب وبترتفع على ال 12 سلسلة على البداية زي بالظبط، وتبتدي تشتغلي على محيط دوران الجبهة او محيط دوران الرأس المناسب للقياس اللي هتشتغليه. تمام. بعد ال 12 سلسلة اللي ارتفعناهم بالشكل ده كده، هبتدي بقى ان انا اعد من على بداية الدور 1 2، وفي الغرزة رقم 3 هلف الخيط على الابرة وهدخل على الغرزة رقم 3 بالشكل ده كده. هسحب الخيط وهشتغل نص عمود اللي هو 3 حلقات، وبخرج منهم في حلقة واحدة بالشكل ده. وهكرر بلف الخيط الغرزة اللي عليها الدور بنفس الطريقة، نص عمود 3 حلقات وهخرج منهم، وهكرر على مدار الدور كله. وفي كل غرزة بتقابلني بشتغل نص عمود بالشكل ده كده ولحد النهاية. وصلنا على نهاية الدور بالشكل ده كده. بعد اخر غرزة هبتدي ارتفع للدور اللي جاي بسلسلتين ارتفاع 1 2. هلف السطر بتاعي بالشكل ده، وهبتدي اشتغل بنفس الغرزة نص عمود فوق كل غرزة، بس هشتغلها على الباك لوب. يفترض ان كل غرزة بيبقى ليها فتلتين بالشكل ده، واحنا بنخش اسفل الفتلتين علشان نشتغل بشكل مظبوط. لكن احنا هنشتغل على الباك لوب، يعني هنشتغل على الفتلة الخلفية وبس. بسيب الفتلة الامامية وبدخل على الفتلة الخلفية. فهلف الخيط على الإبرة. الارتفاع هعتبره مجرد ارتفاع، فهشتغل بدءا من أول غرزة على طول اللي هي غرزة الارتفاع نفسها. هدخل على الباك لوب أو على الفتلة الخلفية كده، وهسحب الخيط وبشتغل من نفس الغرزة اللي هي نص عمود 3 حلقات، وهخرج منهم بالشكل ده. وهكرر بلف الخيط الغرزة اللي عليها الدور برضو في الفتلة الخلفية كده، وهسحب نص عمود، وهكذا على كل غرزة بتقابلني. منساش ان انا بشتغل على الفتلة الخلفية وبس بالشكل ده كده. يعني مش بخش في حلقتين الغرزة بشكل سليم، ولكن بشتغل على الفتلة الخلفية. وهكرر كده على مدار الدور كله بنفس الطريقة. كل غرزة بشتغل على الباك لوب غرزة نص عمود ولحد نهاية الدور. وصلت على نهاية الدور، واخر غرزة معايا بتبقى بشكل سليم، يعني ما بشتغلهاش على الباك لوب. بيبقى الاول ارتفاع، وفي النهاية في نص عمود بشكل طبيعي. بدخل على سلسلتين الارتفاع في حلقتين الغرزة بشكل سليم كده، وهسحب نص عمود، اخر نص عمود على الدور علشان احافظ على استقامة الكيرف. تمام كده. انا وصلت على نهاية الدور، وهرتفع للدور اللي جاي. كل السطور اللي جاية هتبقى عبارة عن تكرار لنفس الدور هو
برتفع لحد ما القطعة دي تجيب قياس محيط دوران الرأس اللي بشتغله. فانا هنا كده على كل نهاية برتفع بسلسلتين والف الشغل بتاعي، وبدءا من اول غرزة اللي هي غرزة الارتفاع نفسها هرجع اشتغل على الباك لوب بالشكل ده كده اللي هي الفتلة الخلفية، وهسحب نص عمود بالشكل ده، وهكذا غرزة نص عمود واحدة فوق كل غرزة. فقط الغرزة الأخيرة على الدور بشتغلها في مكانها الطبيعي أو السليم على حلقتين الغرزة، يعني آخر غرزة بس اللي ما بتبقاش على الباك لوب زي باقي السطر. تمام كده اهو بالشكل ده كده وصلت على اخر غرزة. اخر غرزة دي بشتغل في حلقتين الغرزة بشكل سليم، شايفين مش باخد الفتلة الخلفية ولكن بدخل على حلقتين الغرزة بالشكل ده كده، وهسحب غرزة النص عمود بتاعتي، وبكده ابقى نهيت الدور. وهكذا هرتفع سلسلتين وارجع بالدور مرة تانية، وهفضل ارتفع بنفس السطر كده لحد القياس المناسب. ارتفعت بالتكرار من نفس الدور زي ما احنا شايفين لحد اما القطعة دي جابت معايا مقاس محيط دوران الرأس اللي بشتغله. انا بشتغل مقاس نسائي، والقياس النسائي على الجدول هتلاقيه من 51 سنتي ولحد 54 سنتيمتر، يعني يفترض ان القطعة دي توصل معايا لإلا من 51 ل 54 حسب قياس الرأس اللي بشتغله. تمام، بتوصلي للمحيط دوران الرأس اللي بتشتغليه بالشكل ده كده، وخلاص مش هنرتفع من جديد، هنبتدي نقفل القطعة دي على بعض. فهجيب الطرف اليمين مع الطرف الشمال، وهحط الغرز في على بعض بالشكل ده، وهرفع حلقة الإبرة هدخل على الاتجاه المقابل في أول غرزة، وارجع أسحب حلقة الإبرة مرة تانية اللي الداخل كده. تمام، وهبتدي اوصل غرزة قصاد غرزة، هرتفع سلسلة واحدة بالشكل ده كده، ابقى سحبت الخيط او وصلت اول غرزة مع بعض، وهاخد الغرزة اللي عليها الدور وكمان الغرزة المقابلة في الاتجاه التاني، وهسحب غرزة حشو، الغرزة البسيطة اللي هي حلقتين وبطلع منها. وهكرر بنفس الطريقة الغرزة اللي عليها الدور والغرزة المقابلة على الاتجاه التاني، وهكذا بنفس الطريقة غرزة حشو. هوصل غرزة قصاد غرزة لحد اما اوصل الجزء المفتوح ده لحد النهاية. تقريبا وصلت على النهاية. اخر غرز بوصلها بالشكل ده كده، اخر غرزة قصاد الغرزة المقابلة على الاتجاه التاني، وهسحب غرزة حشو، بكده ابقى وصلت الاطار بالشكل ده. شايفين اصبح شكل الوصل زيه زي السطور البارزة اللي موجودة على كامل الاطار. وانا هنا كده هرفع الخيط لانه افترض ان انا هنا على خلفية الاطار، وهبتدي ان انا اقلب الاطار ده على الاتجاه التاني. شايفين مكان الوصل هو ده مكان الوصل والمكان اللي انا واقفة عليه، ومن نفس المكان هنبتدي نشتغل الغرزة اللي هنشتغلها. فهرجع لحلقة الإبرة بالشكل ده كده، وفي نفس المكان هرتفع سلسلة واحدة، وعلى نفس الغرزة غرزة الارتفاع هي هدخل أشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. هرتفع ب3 سلسلة، 1 2 3، ثم على نفس المكان اللي اشتغلت فيه غرزة الحشو أول غرزة هلف الخيط واكون غرزة بف مكونة من 3 لفات. فهدخل بالشكل ده كده أسحب الخيط وارتفع كده اللفة الأولى، هلف الخيط وفي نفس المكان واسحب وارتفع. اللفة التانية بلف الخيط وادخل واسحب وارتفع كده اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين على الإبرة هشتغلهم غرزة حشو واقفل على غرزة البف بنفس الغرزة، وهبتدي اكرر كل تالت فراغ. شايفين احنا هنا على جنب الغرزة في فراغات من الاعمدة بالشكل ده كده، فانا هعد 1 2 وعلى الفراغ رقم 3 هكون من نفس الغرزة بدخل بالشكل ده اسحب الخيط. بس قبل ما اسحب الخيط بشتغل 3 سلاسل فراغ، 1 2 3، هشتغل من نفس الغرزة بس ما بين كل غرزة والتانية باخد 3 سلاسل. تمام، وهفوت الفراغين، وفي الفراغ الثالث هشتغل غرزة حشو ارتفع 3 سلسلة، وبعدين على نفس مكان غرزة الحشو هرجع بغرزة البف، بلف الخيط وادخل اسحب وارتفع على قد مساحة العمود اللي اشتغلته او الارتفاع اللي اشتغلته، وهسحب وارتفع كده اللفة التانية، هلف الخيط وادخل وارتفع اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الاخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بقفلهم غرزة حشو.
شايفين بنفس التكرار، وهبتدي اكرر مرة تانية، باخد 3 سلاسل فراغ ما بين غرزة واللي بعدها، وهبتدي افوت فراغ 2، وعلى الفراغ رقم 3 هدخل اشتغل من نفس الغرزة، هدخل بالشكل ده كده، اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس مكان غرزة الحشو هكرر من غرزة البف مكونة من 3 لفات. ادي اللفة الاولى، الف الخيط وادخل اللفة التانية، بلف الخيط وادخل اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بقفلهم غرزة حشو. شايفين هنكرر على مدار الدور كله بنفس الطريقة. هاخد 3 سلاسل فراغ وانتقل على الفراغ رقم 3 واشتغل من نفس الغرزة. ادي 1 2، وفي الفراغ التالت هدخل اشتغل حشو، 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس مكان الحشو هرجع بغرزة البف مكونة من 3 لفات، بلف الخيط وانزل اسحب الخيط، دي كده اللفة الاولى، بلف الخيط وانزل واسحب اللفة التانية، بلف الخيط وانزل واسحب اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الاخيرة، بيتبقى معايا حلقتين هشتغلهم غرزة حشو. برتفع 3 سلاسل واروح على الفراغ رقم 3 واشتغل بنفس طريقة العمل كده، هلف بالدور كله لحد البداية. وصلت على نهاية الدور بنفس التكرار من نفس الغرزة. دلوقتي في النهاية فضل معايا فراغين بس، لو فضل فراغ او فضل حافظي على تسلسل الغرز بشكل طبيعي، فراغ او فراغين بتفوتيهم وتشتغلي نهاية الدور تمام حسب القياس اللي بتشتغليه. انا هنا كده بعد اخر غرزة بف اشتغلتها هرتفع 3 سلسلة، منساش اخد الثلاث سلاسل اللي باخدها قبل ما اقفل منزلقة. هقفل فين؟ هقفل في توب غرزة البف، هسيب سلاسل الارتفاع اللي هم الثلاث سلاسل، وهقفل على توب غرزة البف فوق غرزة البف بالظبط، وهقفل غرزة منزلقة بالشكل ده كده تمام. هو نفس السطر ده هيتكرر معايا على طول الباترون بنفس الطريقة. الفرق ان مرة هشتغله يمين ومرة هشتغله شمال، يعني كل مرة باجي على الدور من هنا كده، المفترض ان انا اكمل الدور بشكل طبيعي بعد ما قفلت منزلقة، لا انا بقلب الدور تمام. الاول هرتفع سلسلة بالشكل ده كده واقلب الدور تمام. يبقى انا مره بشتغل من جوه الطاقيه ومره بشتغل من بره الطاقيه. انا هنا كده جوه الطاقيه تمام، انا كده على ظهر التربون وانتقلت على الاتجاه المعاكس. هعمل ايه؟ هبتدي اشتغل الغرزه بتاعتي بنفس الطريقه في نفس مكان الارتفاع، وهبتدي باول غرزه. فانا هنا كده اعتبر على طب اول غرزة بف قفلت من عندها، وهو ده المكان اللي هشتغل فيه. هشتغل فوق غرز البف على مدار الدور كله، يبقى انا واقفة في مكان سليم، وفي نفس مكان الارتفاع اللي ارتفعته هشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده من الغرزة البسيطة. هرتفع 3 سلسلة، وفي نفس مكان غرزة الحشو وارجع اكون غرزة البف المكونة من 3 لفات. ادي اللفة الاولى، اللفة التانية، اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بشتغلهم غرزة حشو. شايفين هي نفس الغرزة ولكن تعتبر بشكل معاكس تمام كده. وهبتدي اكرر بقى بنفس الطريقة كده. هرتفع الثلاث سلاسل اللي ما باخدهم ما بين كل غرزة والتانية تمام بشكل طبيعي، واروح على غرزة البف اللي جاية. بشتغل فين؟ فوق غرزة البف في غرزة اهي، هي دي الغرزة اللي بكون عليها الغرزة الجديدة. فوق غرزة البف على طول في حلقتين الغرزة اهي، وهسحب غرزة حشو، ارتفع 3 سلاسل، وعلى نفس مكان غرزة الحشو برجع اكون غرزة البف. هلف الخيط، ادي اللفة الاولى، هلف الخيط اللفة التانية، بلف الخيط اللفة التالتة. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بشتغلهم غرزة حشو واقفل على غرزة البف. شايفين هو نفس التكرار، وهبتدي اكرر بنفس طريقة العمل. هرتفع الثلاث سلاسل فراغ اللي باخدهم واروح على غرزة البف اللي جاية على توب الغرزة فوق في حلقتين الغرزة. شايفين فوق الغرزة على طول هشتغل غرزة حشو، ارتفع 3 سلسلة، وفي نفس مكان غرزة الحشو هكون غرزة البف. ادي 1 2 3، واسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بقفلهم غرزة حشو. شايفين هو تكرار بسيط جدا. وهفضل اكرر كده لحد ما اوصل على البداية بتاعتي مرة تانية.
وصلت على نهاية الدور بنفس الطريقة. شايفين شكل الغرزة، هو ده الباترون بتاعي، بيبقى عبارة عن غرز بف عكس بعض على كل اتجاه، وعشان كده بنبدل الاتجاه بتاعنا عشان يدينا باترون الغرزة. انا هنا كده على نهاية الدور، وبعد ما اشتغلت اخر غرزة بف على مكانها، منساش اخد الثلاث سلاسل اللي باخدهم ما بين كل غرزة والتانية قبل ما اقفل منزلقة. بقفل فين؟ مش في سلاسل الارتفاع اللي بتبقى ظاهرة قدامي، ولكن على غرزة البف. فوق غرزة البف على طول بيبقى فيه غرزة في حلقتين الغرزة بشكل سليم، وهقفل غرزة منزلقة وانهي الراوند. علشان ارتفع ويكون ارتفاعي سليم، برتفع في نفس المكان سلسلة واقلب السطر بتاعي. شايفين انا كده رجعت بقى، شايفين انا كنت كده على ظهر القطعة، ودلوقتي بقيت على وش القطعة. بقلب الاتجاه بتاعي كده، وابتدي الباترون بتاعي هو نفس الدور ونفس السطر. نفس المكان اللي بنرتفع فيه ده هو المكان السليم للغرزة، وبالتالي في نفس مكان الارتفاع هشتغل غرزة حشو. من الغرزة البسيطة هرتفع 3 سلسلة وارجع على نفس المكان واكون غرزة بف مكونة من 3 لفات. هلف الخيط، ادي اللفة الاولى، هلف الخيط اللفة التانية، هلف الخيط اللفة التالتة. بعد تالت لفة بسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بقفلهم غرزة حشو. شايفين معايا كده؟ وهبتدي اكرر 3 سلاسل اللي كنت باخدهم ما بين كل غرزة والتانية، واروح على غرزة البف اللي جاية فوق الغرزة على طول، في طب غرزة البف على الغرزة اللي فوق غرزة البف، وهشتغل غرزة حشو 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس المكان اللي اشتغلت فيه الحشو هنزل اشتغل بف مكون من 3 لفات. كده اللفة الاولى بلف الخيط، اللفة التانية هلف الخيط وادخل اللفة التالتة. بعد تالت لفة بسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الاخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بسحبهم غرزة حشو. 3 سلاسل فراغ، واروح على غرزة البف اللي بعد كده في طب الغرزة فوق. شايفين غرزة اللي فوق غرزة البف على طول، هسحب حشو 3 سلاسل ارتفاع، وفي نفس مكان غرزة الحشو هرجع بغرزة البف. ادي 1 2 3. بعد تالت لفة هسحب كل الحلقات ما عدا الحلقة الأخيرة، بيتبقى معايا حلقتين بشتغلهم غرزة حشو. بنفس التكرار زي ما احنا شايفين، هو دور واحد وهيتكرر معايا على طول القطعة. طبعا انا برتفع، باجي في النهاية منساش ان انا بقفل منزلقة وانهي الراوند، واقلب الدور بتاعي عكس الاتجاه اللي انا موجودة عليه. هفضل ارتفع بنفس الطريقة ومن نفس الدور كده لحد الارتفاع المناسب للقياس اللي بشتغله. وانا بالنسبة لي بشتغل معاكم القياس النسائي زي ما قلنا، فالارتفاع اللي موجود على الجدول 25 سنتيمتر. انا هرتفع بالقطعة لحد 25 سنتي، ونرجع نشوف الخطوة اللي جاية. ارتفعت بالتكرار من نفس الدور لحد الارتفاع المناسب على القياس اللي بشتغله، وبشتغل معاكم مقاس نسائي، وعلى الجدول يفترض اننا نرتفع ل 25 سنتيمتر زي ما احنا شايفين. بتقيسي الارتفاع من بداية الغرزة مش من الاطار، يعني من بعد الاطار كده ولحد النهاية يفترض اننا نوصل على الارتفاع اللي موجود على الجدول. طبعا لو بتشتغلي مقاس غير اللي احنا اشتغلناه مع بعض، يبقى بتشوفي الارتفاع المناسب. كل الارتفاعات متوفرة على الجدول. يفترض على نهاية الدور وقفلت منزلقة بشكل طبيعي ونهاية الراوند، وهنا كده هبتدي اخد سلسلة تأمين وهرفع الخيط وهقصه، بس اخلي الخيط ده بزيادة شوية، خيط طويل بالشكل ده كده عشان ابتدي اقفل بيه التربون. وفي المرحلة دي بعد فصل الخيط ببتدي ألطم النهاية الطويلة دي على إبرة التنظيف، وهاجي بقى على الدور اللي أنا موجودة عليه. يفترض إن أنا عندي فراغ 3 سلاسل أهو ما بين كل غرزة والتانية، وهبتدي أشتغل على الفراغات ديت. هعمل إيه؟ شايفين من مكان ما احنا موجودين على النهاية كده، أول فراغ هيقابلني هدخل من جوه الطاقية، شايفين من جوه لبره، بره الفراغ، وهكرر كده كل الفراغات اللي ورا بعض. بفوت البف واروح على الفراغ اللي بعده، بدخل بالإبرة من جوه لبره بالشكل ده كده، وهكرر بنفس الطريقة على كل فراغ بيقابلني. اما غرز البف بفوتها بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وهبتدي ألف بالدور كله لحد اما اوصل للبداية اللي كنت عليها مرة تانية، اللي هي بداية الخيط.
اشتغلت على الفراغات بنفس الطريقة، وصلت لأول فراغ بدأت من عنده الدور، وعلى نفس الفراغ اللي بدأت من عنده هدخل فيه للمرة التانية. يعني أنا بدأت من الفراغ ده وبرضه هنتهي عنده، ده آخر فراغ هشتغل عليه من جوه لبره بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي أسحب الخيط. شايفين كل ما تسحبي الخيط كل أما الدايرة دي بتضيق معاكي وتقفل، هنضيقها لأضيق حاجة، وبالشكل ده كده تبقى أغلقت معايا بالكامل. وهنا كده هبتدي اخد بقى غرز تثبيت علشان اثبت الخيط بتاعي. غرزتين تثبيت بخياطة عادية خالص، احاول يكون خياطة شكلها مظبوط وسليم جوه الغرز بالشكل ده كده. لما باخد غرزتين تثبيت واتاكد انه اغلقت القطعه معايا بالكامل والخيط ثبت معايا، ببتدي بقى ادخل بالداخل من جوه الطاقيه او التربون، يعني من نفس المكان اللي انا عليه كده هدخل من المنتصف وهخش جوه على الاتجاه المخالف بالشكل ده كده. هسحب الخيط والابره، وهنا كده من الداخل هبتدي برضو بنفس الطريقه اخد غرزتين تثبيت، و بالشكل ده كده ابقى انتهيت. هسحب باقي الخيط واتخلص منه واقصه. وفي المرحلة دي هبتدي اي زوائد خيط موجودة معايا على القطعة ابتدي ان انا اخفيها بقى بابرة التنظيف بالشكل ده كده على خلفية التربون من الداخل، وبدخل بسراجة عادية وهدخل في الغرز بالشكل ده. لما بيدخل معايا على مجموع من الغرز بتخلص من الزيادة واقصها. بكده يبقى انتهى باترون النهاردة. زي ما احنا شايفين قد ايه الغرزة حلوة قوي وبيبان معاكي اكتر على اللبس من الباترونات والتصاميم السهلة جدا زي ما شفتي، وما بياخدش اي وقت. اتمنى يكون الباترون عجبكم، ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعمل لي لايك. اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناه كولكشن، وفعلوا شارة الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.